صباح الخير، عاملين ايه؟ النهارده بقى لا هشوي ولا هحمر ولا هسلق ولا هعمل اي حاجة من دي. انا هعمل حاجة سهلة جدا جدا، مش تاخد مني 5 دقايق يعني. جبت لحمة وقطعتها حتت. وهحطها النهارده في الكيس الحراري، وهقول لكم نستخدم الكيس الحراري ازاي. علشان الكيس الحراري بالظبط عامل زي حلة الضغط. بي آم، بيسوي الحاجة بسرعة جدا. فهقول لكم النهارده تستخدموه ازاي وبجيبه منين وبيبقى سعره ايه. اول حاجة هقطع اللحمة كده قطع متوسطة. وهتبلها. هحط عليها فلفل اسمر وملح وجوزة الطيب، يعني هبشر عليها جوزة الطيب، ده بس اللي انا هعمله. تاني حاجة اهو انا بحط الملح. تاني حاجة الكيس الحراري ده انا بجيبه من عند اي حد بيبيع حاجات بلاستيك، مش بلاستيك، اللي هي مستلزمات المطاعم وكده. الاطباق الفل، الورق الالومنيوم. هتلاقي عنده الباكو ده. فيه 3 اكياس ب10 جنيه. هما احجام مقاسات، انا جايبه المقاس الصغير وكنت شاريه الوسط. الباكو فيه 3 اكياس ب10 جنيه، دوت عامل زي حلة الضغط بالظبط. هنا خلاص كنت بشرت جوزة الطيب. تمام، وبستخدمه ازاي هتشوفوا دلوقتي في الفيديو وهيعجبكم قوي يعني. حتى في تسوية الحاجة بيحمر الحاجة من جوه، ومش شرط نعمل فيه لحمة بس. احنا ممكن فيه نعمل فيه لحمة وفراخ وبط وكل حاجة. طب بس طبعا بقى ايه، كل حاجة بحجمها يعني على حسب مقاسها. يعني ده كده الكيس الصغير. الكيس الصغير ده بياخد بالظبط كيلو لحمة، ما بياخدش اكتر من كده. الوسط بقى بتزودي طبعا الكمية. وفي بقى الأكياس الكبيرة خالص. هو أي باكو ب10 جنيه، يعني الصغير 3 أكياس، الوسط كيستين. كل باكو على حسب حجمه بيبقى الكمية بتاعته. هنا حطيت اللحمة كلها في الكيس الحراري وطلعت منه الهوا زي ما انتوا شايفين كده. وهقفله كويس، هو على فكرة بيجي معاه الرباط بتاعه اللي احنا هنقفله بيه. هقفله كده، هفضل ألف في الرباط كده أبرمه جامد. وهلفه في الكيسة لحد ما احكمه جامد قوي يبقى بالشكل ده كده. اهوت بصوا ديت كده بتنيها بقى عشان الكيس ما يفكش مني. وهجيب بقى المقص وهقص حتة من فوق، عشان الهوا ما لو ما قصيتش حتة تطلع الهوا هتخلي الكيس يفرقع في الفرن. هنا خلاص انا كنت حطيته، على فكرة مش هنحط مية ولا اي حاجة عشان متستغربوش، وهتستوى وهتبقى جميلة. هي هتستوى منها فيها وهتنزل الصوص بتاعها المية بتاعتها وهتتحمر كمان جوه الكيس. هنا انا حاولت اصور لكم مراحل من السوا جوه الفرن. اهي بصوا هي نزلت المية بتاعتها ازاي، اهي بصوا المية هي بقى مع البخار والغليان وكده. نزلت المية بتاعتها. هنا كانت خلاص على فكرة كانت استوت في الفرن. وبصوا برضو لسه فيها بقى مية، هي نزلت المية بتاعتها كلها. بصوا المية بتغلي ازاي. لو اول مرة تشوفوني اضغطوا شير ولايك وسبسكرايب للقناة. بصوا ديت استخدموها بقى لو انتوا مثلا مش قادرين لسه تقفوا تسلقوا وتحمروا كده، او تحمروا لحمة، حطوها في الكيس الحراري على طول وحطوها في الفرن هتطلع زي الزبدة. هوريها لكم دلوقتي لما هفتح عليها. اهي بصوا هي اصلا كده كانت استوت خلاص. حتى ما نزلتش المية بتاعتها لان انا بحط الكيس مش نايم، بحطه واقف كده على الصاجة. هنا خلاص كنت فتحت الكيس واللحمة طلعتها. اهي بصوا السوا بتاعها عامل ازاي، طالعة زبدة. قدموها بقى مع رز ابيض وطبيخ، عايزين تقدموها مع رز بسمتي زي ما انا هعمل وتومية وكده، اي الطريقة اللي تعجبكم بيها قدموها. بس دي اسهل طريقة الصراحة عملتها النهاردة وكان طعمها جميل جدا. هي بيبقى طعمها متبل زي المشوية بالظبط. هو بصوا كمان متحمرة من فوق ازاي، بتبقى متبلة زي المشوية بالظبط. وهنا كانت خلاص الاكل حضرته. هحطلكوا الرابط بتاع الرز البسمتي والتومية في صندوق الوصف، يا رب يعجبكم. وبألف هنا وشفا عليكم.